تعالوا نكمل سلسله 100 يورو ممكن تجيب لك ايه في هولندا، والمره دي من ايكيا. في فيديو النهارده هوريكم 100 يورو ممكن تجيب ايه في ايكيا هنا في هولندا، واخدكم جوله جوه المكان ونشوف قسم موجود هنا في ايكيا، ونشوف 100 يورو ممكن تجيب ايه هنا في ايكيا بعد نجاح فيديوهين. 100 يورو ممكن تجيب لك ايه في السوبر ماركت العادي والسوبر ماركت الحلال، والحمد لله معديين اكتر من 100,000 مشاهده، فشكرا جدا على الدعم. ويلا بينا نبدا الفيديو ده وتعالوا نخش جوه ايكيا. اول ما بتخش عندك بقى نظام الاوض ده موجود كله في ايكيا، بيوريك شكل الاوض بالاسعار بتاعها. عندك مثلا السرير ده عامل 650 يورو، بعد كده ده شكل الحمام، وده ستايل مطبخ هنا اهو، الترابيزه دي والستايل، الكرسي ده لوحده عامل 29 يورو. بص الاوضه دي مثلا شكلها عامل ازاي، الكنبه دي كانت عامله 913، دلوقتي عامله 853 يورو. واللي بيعجبني دايما في ايكيا ان هم دايما بيعملوا لك الستايلات اكنك دخلت بيت حد، يعني انت مش محتاج تفكر في ستايل معين، لا هم فكروا لك وادوا لك مثلا مساحه الاوضه دي 25 متر، ادوا لك المساحه وازاي تقسم شقتك، وحط لك الاسعار على كل حاجه. فبصراحه انا بحب النقطه دي في ايكيا. عندك مثلا الترابيزه دي عامله 50 يورو، والكراسي بتاعها عامله 20 يورو. بعد كده دخلنا بقى على قسم الكنب، مثلا الكنبه دي عامله 950 يورو، بصراحه جميله بس سعرها غالي جدا. عندك الكنبه دي عليها ضمان 10 سنين عامله 430 يورو. عندك الكنبه دي عامله 954 يورو، والسجاده لوحدها عامله 279 يورو. وعندك الشاشه دي موجوده هنا لو بتبحث عن اي حاجه في المكان. وعندك مثلا لو عايز تعمل بلان معينه او تدينك كل الكنب اللي موجود هنا في القسم. فبص مثلا عجبتك الكنبه دي فبتختارها، كل الاجزاء دي موجوده، فمثلا عجبتك الجزء ده بتضغط عليه فبيتركب هنا، بعد كده عجبك الجزء ده فبتختاره فبيزيد هنا. ففي الاخر الشاشه بتتخيل لك شكل الكنبه في الاخر هيبقى عامل ازاي. طبعا في منها الوان مختلفه، ممكن تختار اي لون انت عايزه. بعد كده عاملين لك شقه 55 متر، وبصوا مقسمها لك ازاي. اول حاجه حاطين المطبخ هنا بالاسعار طبعا، بعد كده دي ترابيزه الاكل في المطبخ، كده الحمام عاملين فعلا حمام. بعد كده دي اوضه الاطفال، عاملين لك اوضه اطفال بالاسعار. يعني عندك السرير ده عامل 387 يورو. بعد كده دي اوضه تانية، ودي اوضه الليفينج عاملينها بستايل، والشقه دي 55 متر هم مقسمها لك جاهزه. بعد كده هنخش على قسم الترابيزات، وعندك الترابيزه دي بتشتغل دفايه في الشتاء عامله 150 يورو. الترابيزات دي بصراحه شكلها عاجبني، ترابيزه مثلا الكبيره عامله 74 يورو، والصغيره منها عامله 44 يورو. بص ستايل الاوضه دي فينتج قوي، يعني ستايل قديم شويه، فبصراحه برضك رايق قوي. بعد كده نطلع من الشقه دي نخش الشقه دي. الشقه دي برضك ستايلها حلو، النجفه دي بصراحه عجباني عامله 70 يورو. وبص ستايل الاوضه عامل ازاي، مهتمين بكل التفاصيل. بعد كده تخش على شقه تانية، طبعا هم هنا باين هيتعشوا. بص الستايل بتاع الشقه دي برضك رايق قوي. بص بقى الفكره عشان يبقوا واقعيين اكتر، عاملين لك زي الشباك كده واكنك بتبص على الجيران، وده شكل الشارع من بره. عندك مثلا اللمبه دي عجبتنا، احنا ممكن نجيبها، وطبعا احنا معانا 100 يورو ممكن نصرفها هنا في ايكيا. بصوا مثلا دي غرفه طالب عاملينها بستايل، الكنبه على القد، 3 كراسي، شنطته وهدومه، وتلفزيونه الصغير. المفروض ده صورة الطالب هنا هو واصحابه، ومكنة القهوة بتاعته وحاجاته كلها. بصوا بقى دخلنا هنا على قسم الترابيزات بتاع التلفزيونات. عندك مثلا الترابيزة دي، عندك برضك الستايل ده، عندك الستايل ده. انت طبعا الستايل ده ممكن تغير فيه، ممكن تلغي الجزء ده مثلا وتخلي الجزء ده. عندك الجزء اللي فوق ده عامل 723 يورو. عندك بقى حاجات منفرده شبه دي كده، ممكن تحط بس عليها التلفزيون، دي مثلا عامله 150 يورو. عندك مثلا الستايلات دي بصراحه عجباني برضو، قديمه شويه، ده عامل مثلا 450 يورو. واللمبه دي بصراحه رايقه جدا عامله 200 يورو. وهنا القسم ده مهتمين اكتر بالمكاتب وكده، انك يبقى عندك كذا مكان تحط فيه اوراقك لو انت فاتح مكتب جديد او كده. عندك دي مثلا فيها 8 اماكن تحط فيها اوراقك عامله 70 يورو. وعندك دي مثلا اكبر شويه يعتبر الضعف عامله 109 يورو. ولو عايز تشتري بس البتاع دي عامله 3.5 يورو. وبرده في هنا نفس الشاشه اللي موجوده في قسم الكنبه، انك ممكن تكون المكان اللي هتحط فيه الاوراق. مثلا انت اخترت دي فحملت اهي، بعد كده مثلا بتختار كاست، فانت عايز مثلا ايه تضيف واحد كمان سعره 24 يورو بيتضاف هنا، لو عملت كده تاني هيتضيف.
فاهم؟ ممكن طبعا تحطهم بالطول. الحاجات دي كلها بتخليك تتخيل شكل الدولاب بتاعك بعد ما يخلص. بصوا بصراحه البتاعه دي عجبتني، عامله 5 يورو عشان تنظم الورق كده، وانا بصراحه عندي ورق كتير فهتنفعني، فهاخد واحده ودي عامله 5 يورو وكده. دي اول حاجه تتحط في العربيه. بصوا ده مطبخ 30 متر ازاي عاملينه، بص الستايل بتاعه. هنا الستايل ترابيزه. كده ده قسم الكراسي والترابيزات. الترابيزه دي بشوف كذا يوتيوبر جايبها، عامله هنا 180 يورو، والكرسي بتاعها عامل 60 يورو. عندك الكرسي ده بصراحه سعره كويس، عامل 15 يورو وشكله حلو. عندك هنا ترابيزات اكبر شويه، الترابيزه دي لوحدها الاثنين دول عاملين 200 يورو، والكراسي بتاعها عامله 60 يورو. او بص عاملين الستايل ده اكنك في مطعم. بص الستايل اكنك ممكن تشتري حاجه من هنا، ودي الترابيزات، فانت لو هتطلب حاجه تطلبها من هنا، وعاملين المنيو. لو هتحاسب حد عندك هنا كمبيوتر وتدفع، وفي نفس الوقت عاملين لك ستايل المحل بتاعك شكله عامل ازاي، حتى عاملين لك الترابيزات اللي هتبقى في المحل شكلها عامل ازاي. بص المطبخ ده كله عباره عن مطبخ لونه ابيض في ابيض، حتى الشفاط عاملينه ابيض، كل حاجه موجوده ابيض، مفيش غير تفاصيل بسيطه قوي داخل فيها خشب غير الكراسي بتاع الترابيزات. حتى الحنفيه دي لوحدها عامله 160 يورو. بص مساحه المطبخ ده صغيره جدا، بس بصراحه استغلوا المساحه صح، حتى بالتفاصيل. حتى السجاده دي لوحدها عامله 70 يورو، بس التفاصيل في المطبخ نفسه جميله جدا. وهنا بقى ايه، بعد ما اوريك قسم المطابخ الجاهزه، هنا بقى بيوروك الحاجات اللي ممكن تجيبها عشان تغير مطبخك. فمثلا البتاعه دي عجبتني اجيبها عشان اعلق عليها فوط المطبخ، فانا هاخد واحده، والواحده عامله 2 يورو، كده يتبقى معايا من 100 يورو 93 يورو. بعد كده القسم ده للشركات والمكاتب وكده. عندك مثلا ستايل الترابيزه دي انت ممكن تطلعها فوق وتنزلها تحت عن طريق الجهاز ده، كده بتنزلها تحت وكده تطلعها فوق عشان تغير بوزيشن القعده بتاعك عشان ظهرك ما يوجعكش. والترابيزه دي سعرها عامل 179 يورو. وبما انه ستايل لشركه، هنا عاملين لك برضك ساوند سيستم، ممكن تعلي الصوت وتوطيه من هنا وتتحكم وتغير الاغاني وكده. فعاملين لك كل حاجه انت محتاجها في شركتك. ودي هنا كلها كراسي المكتب. عندك الكرسي الجلد ده عامل 300 يورو، وعندك الكرسي ده شكله شيك بصراحه عامل 299 يورو. وعاملين لك هنا ديكور خاص للناس الجيمرز وكده، بترابيزه مخصوص عشان جسمهم. يعني عندك الترابيزه دي انت ممكن تطلعها فوق وتغير بوزيشن قعدتك، وممكن برضو تنزلها تحت وبارقام. يعني انت لو اتكيت رقم 2 هي تنزل لوحدها لليفل معين عشان تلعب وانت مرتاح. وبص ستايل المكان نفسه شكله جميل. بعد كده دخلنا هنا على قسم اوض النوم. عندك مثلا الاوضه دي بسرير الاطفال والاضاءه دي، وبصراحه ستايل الاوضه جميل جدا. عندك ستايل الاوضه دي مثلا السرير ده عامل 882 يورو، بالمطبخ بالمكتب بالكنبه، وده الحمام. ومساحه الاوضه دي كلها 25 متر. يعني بص في مساحه 25 متر عرفوا يعملوا الكلام ده كله. وفي ترابيزات شيك ممكن تحطها جنب السرير، شكلها بصراحه جميل قوي. عندك مثلا الترابيزه دي عامله 109 يورو، ودي عامله 69 يورو. عندك غرفه النوم دي بصراحه ستايلها جميل قوي، بس السرير لوحده عامل 1198 يورو. عندك بعد كده بقى غرف النوم بس مش للكبار، للاطفال. مثلا عندك السرير ده عامل 349 يورو، بستايل الهدوم ده بالدولاب، حتى المكتب لطفلك المخصوص. كده ستايل اوضه تانية صراحه ستايل برده رايق كله شجر وكده. السرير لوحده عامل 119 يورو، بصراحه مش غالي بالنسبه لسعر السرير ده. وانا لما جيت هنا هولندا اشتريت الدولاب ده كان ساعتها عامل 119 يورو، دلوقتي عامل 149 يورو، فغلا بصراحه. وعندك الستايل ده دي دواليب طويله قوي، ده عامل 467 يورو، بصراحه حجمه كبير جدا. عندك بقى القسم ده انك ممكن تفصل دولابك على مزاجك. يعني ممكن مثلا تختار الضلفه دي، سعر المتر عامل 120 يورو مثلا. الستايل ده اختار المقبض مثلا اللي انت عايزه، عندك كل انواع المقابض هنا بسعرها. يعني عندك المقبض الحته دي لوحدها عامله 8 يورو، عندك المقبض الطويل ده عامل 17 يورو. فبتفصل شكل الدولاب زي ما انت عاوز. وعندك الكمبيوتر ده ممكن تصمم ستايل الدولاب اللي انت عايزه 3 دي عشان تتخيل شكله في الحقيقه. ودي غرفه اطفال بس للبيبيهات لسه، يعني طفلك مولود، يعني بسرير صغير، عاملين لهم ترابيزات صغيره بستايل مختلف. طبعا دي بنت، لو عندك مثلا طفلين عندك السرير اللي هو بدورين، بنت وولد وبالستايل بتاعهم، كل حاجه معموله ليهم صغيره. وعندك مثلا الاوضه دي لو عندك ولدين، السراير مثلا صغيره عاملينها اكنك في الفضاء وكده، والطفلين طفل ينام هنا وطفل ينام هنا، والدواليب معموله بمقاسات صغيره ليهم ان هم يحطوا لبسهم. فبصراحه برضو شكلها جميل جدا. لقيت الزرع ده فشكله بصراحه عجبني، فناخد زرعايه صغيره كده احطها في الليفنج روم، شكلها حلو، عامله 4 يورو، ويبقى معانا 89 يورو من 100 يورو. هنا بقى ايه حاجات المطبخ، والحاجات دي امها هتفرح بيها قوي بصراحه لو جت هنا. عندك مثلا اول حاجه
الاقتصاد دي عامله 15 يورو، والبرطمان ده كانت مراتي بتدور عليه من فتره، الواحد عامل 7 يورو 30 سنت، فاحنا كده معانا حوالي 82 يورو. بصوا اسعار المعالق، 24 معلقه لونها اسود عاملين 65 يورو. بصوا شكلهم عامل ازاي بس ب 65 يورو، فكتير قوي بصراحه. وده قسم المفروشات، انا محتاج ملايه سرير، وبعد ما دورت على الوان كتير اللون ده عجبني وعامل 30 يورو، فهاخد واحد وكده يبقى معانا 52 يورو من 100 يورو. وده القسم المفضل بالنسبه لي هنا في ايكيا، قسم الاضاءه وكده. اللمبه دي بصراحه شكلها عاجبني، ستايل عربي شويه، وهي سعرها 25 يورو بس عليها عرض ب 20 يورو، فانا هاخد اتنين احطهم على الكومودينو جنب السرير، وكده يكون اتبقى معانا 12 يورو. وهاخد لمبتين من دول عشان يتحطوا جواها، اللمبه عامله 3 يورو، فالاتنين ب 6 يورو، وكده يكون اتبقى معانا اخر 6 يورو. وعندك النوع ده من اللمض اللي هو بيتحط جنب الكنب مثلا. واحلى حاجه في ايكيا انك بعد برضك ما تخلص الشوبنج بتاعك موجود هنا اكل باسعار مخفضه، فطبعا معظم الاكل انا مش عارف حلال ولا لا، فانا طلبت سلمون بشويه خضار، فهاكل واكمل لكم تصوير المخزن تحت في ايكيا. بص عندك هنا سلمين، سلم للعربيه وسلم ليك، وده المخزن بتاع ايكيا. لو بتختار مثلا قطعه اساس كبيره على سبيل المثال زي دي، فمش هينفع تشيلها من فوق وتمشي بيها كل ده، فبتاخد الكود بتاعها وبتنزل هنا المخزن في ارقام زي دي، وكل رقم ليه حروف. يعني مثلا ده كرسي اطفال اهو، الكرسي موجود اهو، تقدر تاخده من الكيس وتركبه انت في البيت. والقسم ده برضك مفضل بالنسبه لي، قبل ما تمشي من ايكيا بيبقى موجود فيه حاجات بنص بسعر، وبتبقى برضك ساعات اقل من نص السعر. يعني مثلا ده سرير اطفال سعره العادي 150 يورو، دلوقتي عامل 65 يورو. مثلا الدولاب ده سعره عامل 179 بس حاليا ب 71 يورو. عندك مثلا السرير ده كان ب 100 يورو، دلوقتي عامل 59 يورو. عندك مثلا البتاع دي ممكن تحط فيها كتب او حاجه، دي سعرها رخيص جدا عامله 35 يورو. وده قسم كامل للنباتات هنا في ايكيا، ودي كلها برضك نباتات حقيقيه. وانا كان متبقي معايا حوالي 6 يورو، وانا كنت جايب الزرعه دي من فوق، فلقيت البتاعه دي عامله 6 يورو، ممكن احط فيها الزرعه. بص شكلها بقى عامل ازاي. بس دي الحاجات اللي تقدر تجيبها ب 100 يورو هنا في ايكيا. والناس اللي راحت ايكيا في مصر اكتبوا لي في الكومنتات اسعار ايكيا اللي في مصر اغلى ولا اللي هنا في هولندا. وطبعا هنا في ايكيا في حاجات اغلى من 100 يورو. بس الفيديو ده تكمله للسلسله اللي فاتت، ولو ما شفتوش الفيديوهين اللي فاتت هسيب لكم اللينك تحت الفيديو. وشكرا لوقتكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والكلام ده، واشوفكم الفيديو الجاي. يومكم لذيذ، سلام.